السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسم مجلس إدارة النادي الأهلي قرار شطب هانئ حمزة وإبراهيم عيسى من عضوية النادي الأهلي. وأكد مصدر أن قرار شطب هانئ حمزة وإبراهيم عيسى أمر طبيعي بعدم اكتمال الجمعية العمومية الأخيرة، وتفويض المجلس في اتخاذ اللازم وتصديق المجلس في اجتماعه على تفويض الجمعية العمومية رغم عدم إعلان القرار رسميا. ولم يعلن النادي القرار، ويتبقى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية وإبلاغ الثنائي بالقرار بطريقة قانونية. ولكن أكد المصدر أن المجلس لم يرفض القرار، وبالتالي فإن اقتراح الجمعية العمومية أصبح رسميا. وجاء القرار بعد انتقادات عديدة وجهها الإعلامي إبراهيم عيسى للأهلي إلى جانب هانئ حمزة التي دخلت في صدام قوي مع الإدارة الحمراء على خلفية رحيل ابنتها لاعبة الكرة الطائرة لصفوف الزمالك. وعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مساء أمس الأربعاء بمقر الجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة. وعلى ضوء هذا الخطاب قرر مجلس إدارة الأهلي إرسال الميزانية للجهة الإدارية حتى يتسنى لها إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.